السلام عليكم، اهلا بيكم في مطبخ مصريه حيري. كل يوم هنتغدى ايه؟ مش حد ابدا راضي يقول لي نعمل غدا ايه، وانا زهقت وطالعين من عندي. طيب اعمل ايه؟ فراح طارق قال لي يا ماما اعمل لنا كسكسي بيبي. كسكسي وانا لسه هعمل كسكسي وابوخ واعمل الكلام ده. رحت مطلعه قطعه لحمه او كيس لحمه من الفريزر، وكملوا معايا شوفوا هنعمل ايه. انا حطيت معلقه سمنه صغيره خالص اشوح فيها اللحمه، وحطيت حبهان ومسك اشوحها وكملي معايا. وعلى فكره اللحمه مجمده عادي مفيش مشكله يعني. شوحتها، شامين ريحه المسكه والحبهان حاجه هي. احط ايه بقى تاني؟ بصل وطماطم وجزر. شوحنا اللحمه بالمسكه بالحبهان بالجزر بالطماطم بالبصل، ولسه اللحمه مجمده ماسكه ببعضها. احط عليها ميه سخنه، تغلي غلوتين ووطي عليها النار. ولما تطلع ريم اشيل الريم اللي على الوش. هتقولوا لي ايه ده، هو انت تسلقي اللحمه؟ ايه المشكله في كده؟ لسه كملي الفيديو للاخر نكمل بقى وصفتنا السهله الجميله ديت اللي ما فيهاش حاجه خالص او غدانا. احنا سلقنا اللحمه عادي. انا جبت 3 بصلات وسط قطعتهم ومعلقه توم بس. انا ما عملتش حاجه غير كده. احط بقى الملح. انا في العادي بحب ملحي قليل، مش بحب الملح المظبوط، حتى بحب ملح قليل. احط فلفل اسمر. ما عنديش ولا نوع من البهارات، كله خلص في اعقاب العيد، كله خلص. كنت جايبه قبل العيد وكله خلص. زي ما انا متعوده وزي ما دايما اقول لكم، انا بحب قوي ادعك البصله كده اهو. تلاقي تشم ريحه كده الفلفل الاسمر مع البصل طالع، بتدي ريحه منعشه. اللحمه طبعا سلقتها. ده نص كيلو موزه، صحه وعافيه على قلب اللي هياكل. سلقتها 3/4 سوا. انتوا لسه مش عارفين انا هعمل غدا ايه. جبت خضار مشكل، جزر وبطاطس وكوسه. عندي بزله بس في الديب فريزر تحت، مش عارفه اوصل لها الحقيقه. الكميه بقى زي ما انت عايزه، كتير شويه عدد الافراد ماشي، بس انا ما بكترش علشان يعني ما يفضش ويبقى بايت ويبقى دمه تقيل. عملت كده اهو كله. انا ممكن احطها في صينيه واخدها غلوتين على البوتاجاز من فوق. لا، هو في الطاجن احلى. الطاجن بيبقى طعمه بقى سمنه فلاحي ورز معمر، بيدي طعم احلى. خلاص احنا كده عملنا حاجه ولا عملنا حاجه؟ خلاص معايا بقى زي نص كيلو طماطم ضربتها في الخلاط، وبرضه حطيت لها نص معلقه ملح ومكعب ماجي. هغطيها، احط لها السمنه بتاعتها. وانا بحط سمنه وبحط زيت، احط السمنه بتاعتها واغطيها واحطها في الفرن تستوي. وهحط جنبها في الفرن برام رز. بالذمه الغدوه دي فيها حاجه؟ انت تعبتي في حاجه؟ ولا حاجه خالص. احط جنبها برام رز. والشوربه اللي طلعت من سليق اللحمه هعملها لسان عصفور. طيب انا ممكن بعمل طريقه تانية غير كده. انا بسوي اللحمه في التسبيكه وبعد كده احط الخضار. طب انا مش عايزه كده، مش هيطلع لي شوربه. دي اول حاجه. تاني حاجه انا مش عايزاها متسبكه، انا عايزاها ني في ني، يبقى اخف ويبقى طعمها اجمل. فالشوربه اللي طلعت اعمل لها لسان عصفور، وديت احطها في الفرن واعمل جنبها برام رز وكان الله بالسر عليه. احنا مع بعض بقى التورلي القمر ده جميل، ريحته قلب المكان. وحطيت ولعت الشوايه على وشه شويه،
وعملت معاه برام الرز وطبق سلطة وشوربة لسان عصفور والمخلل اللي لسه عاملينه امبارح. أكلة سهلة بسيطة، بتحطي الطاجن في الفرن ومعاه طاجن رز وتحطيهم في الفرن يستوي وتديري بقى على المواعين، على سرير توضبيه، على ريسبشن تمسحي وتلمعي. يعني هي أكلة سهلة سهلة جدا. وكمان مظبوطة بصراحة، يعني إن جيتوا للحق مظبوطة. ألف هنا على قلب اللي هياكله. كنت معاكم من بدري، عملت معاكم غدايا. ودي فكرة من أفكار الغدا البسيط السهل. كنت معاكم أماني من مطبخ مصرية. بحبكم كلكم، اتفضلوا معانا. باي باي.